بونجور على الحلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ دي تورتتنا النهارده سهله قوي. التورته بصوره اللي طبعا تنفع برضو لكل المناسبات، عيد ميلاد، خطوبه، نجاح. يعني هتنفع معانا لكل المناسبات وسهله جدا. هنطبع الصوره دي شوجر شيت او اللي هي الصوره اللي بتتاكل يعني مش توبر. وهنبدا نعملها نص مانجا ونص شوكولاته. يلا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ونبدأ مع بعض الفيديو. دول كيكتين أنا عملتهم في صينية عادية، صينية فرن مقاس 24، واحدة فانيليا، واحدة شوكولاتة. كل واحدة عبارة عن 250 دقيق سبونج وثلاث بيضات ومعلقة فانيليا، معلقة محسن، وربع كوباية مية. هبدأ أقطع الكيك كده على 3 ديسكات. أنا مش محتاجة منهم إلا ديسكين 2 بس، علشان الديسكين دولت هقطعهم ل4 ديسكات، 4 تنصاص يعني. ونفس الموضوع هعمله في كيكة الفانيليا. بصوا الكيكه طالعه عامله ازاي، هشه قوي، خفيفه، ما فيهاش مسامات، وبصوا بيضه جدا من جوه، جميله بجد. اللي جرب الكيك بطريقتي هيعرف ان الكيك استحاله ان شاء الله يفشل معاكم يعني. بس دول بقى الديسكين اللي انا مش محتاجاهم، قطعتهم كده وحطيتهم في كيس بلاستيك او ستريتش راب، وبشيلهم بقى في الفريزر لغايه ما اعمل بيهم كبات او اعمل بيهم تورته صغننه كده. كده بس. انا جبت البورد بتاعتي وحطيت عليها حتة كريمة علشان اثبت الكيك، ديسك الكيك. وبدأت احط نص فانيليا ونص شوكولاتة والزقهم في بعض بالمنظر ده. سقيت الفانيليا بالسيرب اللي هو المية وسكر على النار، السيرب الخفيف بتاع البسبوسة. وسقيت الشوكولاتة بكاكاو وسكر ولبن. الكريمة انا عاملاها كلها فانيليا. ضربت كوبايتين كريم جانتيه ريتش المتحدة، وطبعا بحط معاهم معلقتين كريمة لباني، معلقتين موز فانيليا، ومعلقتين لبن بودر، وربع كوباية سكر بودر، واضربهم مع كوبايتين لبن. بضربهم حلو جدا بلبن مثلج. وبعدين بدأت احطها كده على الكيكايه كلها فانيليا وشوكولاته. وهبدأ بقى ايه، احط الجزء بتاع الفانيليا حطيت عليه مانجا وجيلو مانجا، والجزء بتاع الشوكولاته هحط عليه جناش شوكولاته، وابدأ ايه، اقلبه كده كله في بعضه. بس الجزء بتاع الشوكولاته حطيت عليه الجناش وحطيت عليه كراميل و خلطتهم كده مع بعض. وهبدأ بقى اكمل بقية التسكات بالمنظر ده. هحط الديسك بتاع الكيكه واسقيه بالسقي بتاعه سواء الفانيليا او الكاكاو. وبعدين احط عليه جيلو مانجا وقطع مانجا او الجناش الشوكولاته والكراميل، ولغايه ما اخلص ال4 طبقات بتوعي. طبعا وانا بقطع المانجا شرايح اتبقت معايا قطع كده من الشرايح، قطعتها مكعبات وحشيت بيها. بس كده. انا بصراحه استسهلت كده الكريمه عن اني اضرب جزء كريمه شوكولاته وجزء كريمه فانيليا. فخليتها كلها فانيليا كده. وبعدين حطيت بقى الحشو على الكيكه على طول، على الكريمه على طول يعني. النص بتاع الشوكولاته حطيت الجناش، والنص بتاع الكريمه حطيت جيلو مانجا. بس هكمل بقى زي ما احنا شايفين كده كل الطبقات، ال4 طبقات. هسقيهم كويس جدا علشان الناس كتير بتشتكي انها لما بتبيت التورته في التلاجة بتصحى تاني يوم تلاقي الكيك الكريمه مشققه. الكريمه، تشقيق الكريمه ده سببه حاجه من الاتنين: يا اما انت مش ساقيه الكيك كويس فبيمتص السوائل اللي موجوده في الكريمه، يا اما انت مقلله السوائل في الكريمه، او متخنه الكريمه مخليها تقيله قوي. فاحنا يعني نخلي بالنا ان الكيكه سوري، الكيكه تبقى مسقيه كويس، والكريمه تبقى زي ما احنا شايفينها كده خفيفه، يعني ما تبقاش خفيفه قوي اللي هي تبقى بتسيل كده، وما تبقاش تقيله قوي جامده قوي يبقى فردها حتى صعب. علشان كده مش بيبقى فيها سوائل، فبالتالي بتشقق تاني يوم منك على طول. بس دي الصورة اللي انا هحطها. حطيتها كده على ظهرها بالراحة على كيس بلاستيك او على ستريتش. وهبدأ احطها اغلفها من ورا بشوكولاتة بيضة سايحة. لازم اعمل الحركة دي علشان الصورة ما تبوش. الصورة دي معمولة من عجينة سكر، عشان كده بتتاكل، فلازم ما هتبوش من الكريمه، لان التورته زي ما احنا شايفين كلها كريمه. فلازم اعملها بالمنظر ده. هحط شوكولاته بيضه سايحه، مسيحه شوكولاته بيضه من غير اي اضافات، او ممكن معلقه زيت بس عشان تخف شويه. وهبدا ادهن كل الشوجر شيت بتاعي من ورا، واسيبه على جنب او احطه في التلاجة لو احنا في حر عشان يجمد. بس. وهبدأ بقى أعمل الكريمة من فوق الشوكولاتة والفانيليا، والزق الصورة بعد ما تجمد شوية. وهعمل بقى نص الشوكولاتة بكيس حلواني صغير كده، حطيت فيه جناش اكون مصفياه عشان يطلع
من الكيس، وهبدأ اعمل الحتة دي كده، الجزء ده كده، النص ده كده كله شوكولاتة، وهسيب الجزء التاني كريمة زي ما هو، احط عليه جيلو مانجا كمان شوية. دي روزتات كده من بقية الكريمة اللي كانت متبقية من الشوكولاتة، كريمة الشوكولاتة عملت بيها زي ما احنا شايفين كده روزتات. دي كانت اخر حاجة في الكريمة خالص، حطيت بقى روزتات كده، يعني حوضت التورتة من تحت، بس اي حتة بقى ما تحس ان الجناش فيها خفيف ظبطتها. دي قوالب سيليكون، ده القوالب بتاع الشوكولاتة، قالب بتاع القهوة، وقالب بتاع الحروف اللي كان عايز يشوف القوالب. رصيت كده كم شكل من الشوكولاتة، اللي هو حبات القهوة والمربعات الصغننة دي. بس كده خلاص، مش هعمل حاجة تانية في الشوكولاتة. النص التاني بتاع الكريمة حطيت جيلو مانجا بتاع المتحدة، بدأت احط دريبات كده منه واظبطه على النص بتاع الكريمة. بس كنت مقطعة مانجا بقى شرايح، انا كنت شايلاها اصلا، وبعدين قطعتها كده شرايح رفيعة، هبدأ احط شرايح كده من فوق. بس لو حسيتيها بتتزحلق علشان الجيلو، ممكن تحطي اللي هي خلة الاسنان، بحيث ان انتي تثبتي شريحة المانجا في التورتة لغاية ما تنشف شريحة المانجا على الجيلو على الكيكة، وبعدين تشيلي اللي هي خلة الاسنان. بس انا هنا عملتها بسرعة بسرعة وحطيتها بقى في التلاجة فجمدت على طول. لكن لو لقيتي شرايح المانجا بتتزحلق من على الجيلو، حاجة من الاتنين، يا هتحطي التورتة بالجيلو الأول فترة تسقع، وبعدين ترصي المانجا، يا اما تعملي زي ما بقولك بخلة الأسنان تثبتيها شوية. بس جبت بقى سبرينجلز أحمر حطيته على الشوكولاتة، هينطق الشوكولاتة جدا، وسبرينجلز أبيض صغير رشيته على المانجا. بس كده كده خلاص، خلصنا الفيديو، خلصنا التورته. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. ما تنسوش تشجعوني بقى باللايك والسبسكرايب. باي باي.